من المجموعة الخامسة إلى المجموعة السادسة التي تضم واحدا من أقوى المنتخبات في العالم، المنتخب البلجيكي المدجج بنجوم كثر، نجوم ستتل بدون شك في سماء قطر. لدينا أيضا ضيف لطيف، ضيف ظريف، ضيف خفيف على كأس العالم، اسمه المنتخب الكندي. لدينا أيضا المنتخب المغربي مع الورق، هو أقوى منتخب عربي مشارك في نهائيات كأس العالم. ولدينا أيضا المنتخب الكرواتي الذي نشط نهائي 2018. لو نبدأ ببلجيكا معك حسين. بلجيكا يضم عناصر تلعب في مستوى جد عالي، جودة لاعبيها هي اللي تتكلم عليها، على غرار يعني عدة لاعبين كي نشوفوا هكذا دي براين، لوكاكو، هناك لاعبين في مستوى جد عالي وراهم يمروا بمرحلة جيدة في النوادي تاعهم. هذا هو الشيء أفضل شيء هو استدعاء توسارد المنتخب الانجليزي. المنتخب البلجيكي توسارد نجم نادي برايتون، فيه دريس مارتنز، فيه باتشواي، فيه ايضا ازار، فيتال، ازار، تيلمانس ايضا اللي قدم بدايه موسم ممتازه جدا مع نادي لايستر، ديكاتلير مع ميلون. ميدو أو بن شابير، متى سيفوز أو ستفوز بلجيكا بكأس العالم؟ صعب جدا، صعب. دائما نسمع بأن المنتخب البلجيكي قوي، المنتخب البلجيكي ماشي بنجوم في السنوات القليلة الأخيرة. لا، من 2006 أمين هو مرشح. لا ماشي من 2006، 2006 2010 2014. 2002 كانت عندهم مجموعه جيده بقياده ويلامز فيلموت في 2014 كانت تشكيله مليحه في 2014. لا هما تقريبا من 2014 وطلع ظهر الجيل الجديد بقياده هازارد، دي بروين والجماعه. 2014 شخصتهم الارجنتين. بدا الحديث عن المنتخب البلجيكي الذي لفت الاضواء اليه، ولكن ما عندوش خبره كبيره في ماشي ما عندوش خبره في كاس العالم، ما عندوش عراقه في كاس العالم، ما عندوش العلاقه تاع المنتخب الالماني ولا المنتخب الفرنسي ولا المنتخب الايطالي ولا المنتخب البرازيلي ولا المنتخب الارجنتيني. مصنف الثاني عالميا خلف البرازيل. بالتصنيف كان دائما في المركز الاول، كان الاول والثاني. نعم. ولكن التتويج بكأس العالم راح يكون صعب جدا على المنتخب البلجيكي. حتى المنتخب المغربي في هذا الضوء في هذه المجموعة يقدر يتفاوض في كامل المباريات حتى مع المنتخب البلجيكي، لأنه مع المنتخب البلجيكي تقدر تقول ديربي مصغر. هناك جالية كبيرة جدا في بلجيكا، جالية مغاربية كبيرة في بلجيكا. راح تكون مباراة قوية جدا. المنتخب المغربي أمام المنتخب البلجيكي، المنتخب البلجيكي ما راحش يكون في نزهة أمام المنتخب المغربي. أمام كندا أيضا المنتخب المغربي يستطيع أن يفوز بهذه المباراة. أمام المنتخب الكرواتي أيضا المنتخب المغربي يستطيع أن يتفاوض. كرواتيا ماشي كرواتيا 2018. استبعاد أوريجي أو أوريجي ما راحش يقدم بداية موسم مليحة، ماهوش يلعب حتى مع نادي ميلان. سجل هدف واحد فقط هذا الموسم مع نادي ميلان. لذلك قرار استبعاده كان منطقي جدا، خصوصا في ظل تألق تروسار في الدوري الإنجليزي، واحد من أحسن المهاجمين حاليا. نعم. بلجيكا غير مرشحة للفوز بكأس العالم؟ لا غير مرشحة. علاش؟ بالنسبة لي ليس مرشحة. في الدور الثاني ممكن أنها تروح تلاقى مع فريق بلجيكا في 2014 ضد المنتخب الجزائري فازوا علينا بصعوبة، وكانوا يملكوا فريق جد. كان اليلوزيتش كان له خطه دفاعيه. لو كان اكثر شجاعه في مباراه بلجيكا كنا قادرين نفوزوا. مثل مباراه ضد كوريا. كان اكثر شجاعه. نعم. ويدخل لاعبين في الهجوم، في التنشيط. نعم. الهجومي على وسط الميدان. فزنا بالمباراه 4-2. ابعاد اليلوزيتش وعوده زياش وحمد الله للمنتخب المغربي. اختيار موفق للمدرب الركراكي اللي معروف باللي كان لاعب مميز، كان هو يشغل ظاهر ايمن في. لم تعلق على ابعاد اليلوزيتش؟ ابعاد اليلوزيتش ربما لظروف ما نقدرش نتكلم عليها. انا مانيش عايش مع المنتخب المغربي. نعم. ولا نتابع في الاخبار تاعهم. المنتخب المغربي والمنتخب العربي الاكثر او الاعلى قيمه تسويقيه 232 مليون يورو هي قيمه لاعبي المنتخب المغربي، ثم ياتي بعد ذلك تونس 66 مليون، ثم السعوديه 30 مليون، ثم قطر ب 18 مليون يورو. لكن نعرف باللي ركراكي كي جاء يعني لاعب مثل حمد الله اللي يشغل منصب مهاجم، ولاعب مهاجم اخر يلعب على الرواق اللي هو زياش. هادو لاعبين تسحقهم في اي منتخب تكون حاكمه، لانهم لاعبين يلعبوا في اعلى مستوى، يقدموا. حتى حمد الله يلعب في. نعم. الدوري السعودي، والدوري السعودي نعرفوا باللي فيه مستوى لا باس به. نعم. وهذه يعني الركراكي اعطى دفعه كبيره للمنتخب المغربي. المنتخب الكندي ايضا يتواجد في هذه المجموعه. كندا مصنفه 41 عالميا، كندا مصنفه الرابعه
قاريا. كندا شاركت فيما مضى في نسخة واحدة من نهائيات كأس العالم، لم تفز بأي مباراة ولم تتعادل في أي مباراة، خسرت كل مبارياتها، تلقت 5 أهداف كاملة ولم تسجل أي هدف. مشاركة كارثية أولى للمنتخب الكندي. أمين، على ظهر من سيحصد كندا أول نقطة له في المونديال في اعتقادك؟ يقدر محمد، يقدر يتفاوض مع المنتخب المغربي، يقدر يتفاوض مع المنتخب الكرواتي، يقدر يتفاوض حتى مع المنتخب البلجيكي. نعم، المنتخب الكندي تطور محمد السنوات القليلة الأخيرة، تطور كثيرا، أداؤه أصبح أكثر هجومية، أكثر قوة. عنده ألفونسو ديفيس ظاهر أيسر نادي بايرن ميونخ. تعادل وديا أمام البحرين 2-2. نعم، زعما قطر بهدفين مقابل 0 في سبتمبر الماضي. نعم. المنتخب الكندي هل سيكون ضيفا خفيفا يشارك يستمتع ثم يرحل حسين؟ سيكون ضيف خفيف كما تكلمت محمد. والفريق الكندي ما عندوش نجوم لامعين، ما عندوش يعني اللاعبين ما يلعبوش يعني في مستوى جد عالي، والمداومة على هذاك المستوى نشوفوا راح تنحصر بين المنتخب البلجيكي والكرواتي والمغربي. ألفونسو ديفيس كان مصاب، لا أدري ما هي آخر أخبار إصابته، سيلعب أم لا؟ سيلعب على ما أعتقد حسب المعلومات اللي انتشرت في الأيام الأخيرة أنه ألفونسو ديفيس عاد بشكل عادي وسيشارك في المونديال. نعم. المنتخب الرابع الموجود في هذه المجموعة هو المنتخب يميدو كرواتيا. نعم، بمودريتش وراكيتيتش راح حبس ريبيتش مودريتش انتي ريبيتش كوفاسيتش اسمه كوفاسيتش ايضا، بروزوفيتش متوسط ميدان نادي الانتر، نيكولا فلاسيتش هذا كان شارك في المونديال الاخير، سوسيتش ايضا، بيريسيتش، كراماريتش، بيريسيتش اورسيتش، بوديمير، انتي بوديمير واحد من اقدم اللاعبين لعب اوساسونا، انتي بوديمير، بالاضافه الى فيدا ايضا واحد من اقدم، فيدا تقريبا هو اقدم لاعب في واحد من اقدم اللاعبين، بالاضافه الى القائد لوكا مودريتش. هناك لاعبين ينشطوا في مستوى جد عالي. كرواتيا تراجعوا حسين، تراجعوا لان هذا أنا في اعتقادي اخر ميدو ماشي كما المباريات الوديه ولا مباريات الدوري الاوروبي راح يكون هناك تحفيز، خصوصا انه في لاعبين مثل مودريتش، مثل ربما لاعبين اخرين في المنتخب الكرواتي. يعلمون جيدا انها ربما اخر مشاركه لكرواتيا، حتى كرواتيا كلها تعلم انه ربما اخر مشاركه لهذا الجيل الذهبي لكرواتيا بقياده لوكا مودريتش، لذلك ربما التحفيز سيكون اكبر في هذه الدوره، ربما سيصنع المنتخب الكرواتي مفاجاه في هذا. انا في اعتقادي في هذه المجموعه المنتخب الكرواتي سيقصى وسيخرج من الدور الأول لعدة أسباب، أبرزها أنه لا يمتلك جيلا كبيرا، فقط مودريتش هو من يستطيع أن يصنع. هناك بروزوفيتش، لكن البقية كوفاسيتش هناك البقية جيل أكلت منه الشيخوخة، لاعبين كثر، جيل كبير في العمر، جيل لا يستطيع مقارعة المنتخبات التي توجد في هذه المجموعة، وأتوقع خروجه من الدور الأول. صح محمد، كلام واقعي اللي تكلموا، لكن كرة القدم معروفة يعني. نشوفوا اليوم الحالة البدنية تاع هاد اللاعبين، لو تكون الحالة البدنية تاع اللاعبين جد في مستوى عالي وما يكونوش عندهم إصابات، نقدر نقول لك المنتخب الكرواتي دائما ما في كأس العالم دائما ما يشكل مفاجأة ويروح إلى أبعد حد، نصف نهائي أو ربع نهائي. المنتخب الكرواتي مصنف